مش عمدان، فانا بشاور عليها بالليزر يا باشمهندس. عايزين نشوف الحيطه دي، مش انا اهو الحيطه دي اهي، عايزين نشوف الحيطه دي متحمله على ايه تحت، على سقف ولا على حوائط حامله؟ البيت حوائط حامله، فده دخلت البيت اهي. هقيس دي كده، دي متر 80. وقف لما نقيس تحت. الحيطه دي من هنا للاوضه جوه اهي، دي 5 متر الاخر هنا، والكاميرا بتاعته اللي زارعها مقلوبه فوق موقفها هنا، صح؟ واخد بالك؟ وتدعم تبقى كويسه كده، الدنيا فوق ما فيهاش اي اخطاء. الصح بقى انه لازم انك تعزل السطح ده في اسرع وقت، ما تخليش الشتاء اللي جايه ما تستاذنيش، ده شغلي. وجهناكم لحد، هي الماده الاسمنتيه اللي بتيجي تعزل دول مادتين، ماده بتتخلل الشروخ دي، وفي ماده تانية بتعزل بقى ميه وحراره كمان، لان بيبقى لونها ابيض فبتعكس الحراره. واحسن بقى من انك انت تدخل نفسك بقى في الحاجات اللي هي غاليه قوي فهتبقى مكلفه، اللي هي الفوم والانسومات والبربقه والجرجوري. عايز سيكا او سي ام بي مثلا، اي ماء من اي شركه من الشركات، قول له عايز اعزل ماء وحراري، وفي نفس الوقت عايز ماده تقفل الشروخ اللي على السطح الاول كلها، هي بتتفرش وهي نفسها بتخش الشروخ، ويمشي بقى بصاروخ هنا يفور كل الحاجات اللي هي مقشره وعايزه تطلع دي، ويخلي السقف على نظافه. بس يا ريس.